بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي نسطب ماتلاب. أي إصدار ماتلاب بيكون مشابه للطريقة دي، فسواء كنت شغال ماتلاب إصدار قديم أو إصدار جديد فإن شاء الله إنك تشوف الفيديو ده هيأدي معاك بإذن الله الغرض اللي أنت محتاجه. أول حاجة إحنا لما بنفتح ماتلاب بيكون زي كده، بيكون اتاجد معاه الملف ده مهم جدا. تمام. ممكن يكون اتاجد في نفس الباث او اتاجد معاه في لينك تاني تقدر تحمله. تمام. فعامة هنفتح الملف ده. اول حاجة هنفتحها انستول. ممكن ما يبقاش اسمه عندك انستول، ممكن يبقى اسمه ريدمي. اوكي، سواء ريدمي او انستول فهو بيكون موجود في الملف ده اللي احنا اتفقنا عليه. تمام. طيب اول حاجة خلاص احنا فتحناه عشان هنحتاج منه كام حاجة وهنبدأ نعمل سيت اب. هندوس يس، وزي ما اتفقنا الطريقة دي بتنفع على يعني اغلب الاصدارات لان هما كلهم طريقة التسطيب متشابهة. تمام. فهنستنى لحد ما يفتح معانا. اوكي، هو بيحمل. تمام. اول ما يفتح معانا كده هنروح على use a file installation key. لو مش عندك نفس الشكل فانت هتعمل use offline installation اللي هي no internet connection required. اوكي، هندوس next، هندوس accept yes next. هنروح على I have the file installation key. هنا هناخد الكي، هنعمل copy paste next. هنا بيعمل assembling product list فبيجيب لي البرودكتس او التولز اللي انا هسطبها في ماتلاب او اللي مش هسطبها. تمام. فانت في الخطوة الجاية هتشوف انت محتاج تسطب ايه او تسطبهم كلهم وتبدأ تدوس install، وهيبدأ طبعا يسطب الحاجات اللي انت اخترتها. في العادي احنا بنسطبهم كلهم الا اذا كنت انت محتاج حاجة معينة، فاحنا منتظرين لحد ما يجيب لي البرودكت ليست. تمام، هو خلص جاب لي المسار اللي انا هسطب فيه الماتلاب. طبعا المسار مهم هنحتاجه بعدين. هندوس نيكست، جاب لي البرودكتس اللي اتكلمنا عليها. ف يعني انا عامة بحتاج معظمهم فبالتالي بختار نيكست على طول. لو انت مش محتاج حاجة معينة فانت بتلغيها عادي. تمام. فهندوس نيكست، فبيقول لي ان انت محتاج مساحة قد ايه والبرودكتس قد ايه. هندوس برضو نيكست، وطبعا هنستنى لحد ما يحمل. فانا هوقف الفيديو لحد ما يخلص. طيب رجعنا تاني، هو خلاص 99%. خلاص بيعمل بوست انستليشن، خلص كل التولز. بعد طبعا ما هيخلص انستليشن ده هنبدأ بقى في الجزء الأهم من الفيديو، واللي هو بنسبة 99% بيكون شبيه في يعني أغلب النسخ بتاع ماتلاب. تمام. من النسخ القديمة لحد 2024 أو 2023. تمام، هو كده خلص. هنعمل نيكست فينيش ونبدأ بقى الجزء المهم بتاعنا. هندخل على الملف ده، هناخد كل اللي فيه زي ما هو copy، وهنروح على المكان اللي احنا سطبنا فيه ماتلاب. انا سطبته في السي، في ندور مع بعض.
program files MATLAB production server. هنا هعمل paste للحاجات اللي خدتها copy، ولو قال لي نفس الكلمة دي هنعمل replace عادي جدا. do this for all current items وندوس continue ونخليه يستبدل الملفات الموجودة بالملفات بتاعتنا دي. تمام. ثواني، هو انا عندي بس في مشكلة. تمام، هاخد الملف ده الاول. تمام، هنبدأ نعمل نفس الموضوع. C program files MATLAB وهعمل copy paste زي ما اتفقنا، هعمل replace do this continue ويلا. بس كده هو نقل الحاجات. تمام، بعد كده احنا المفروض هندخل على bin. اوكي، bin، ونبدأ نشغل ماتلاب بتاعنا. تمام، ممكن نعمله رن من bin من هنا او من win64 من هنا. تمام. في برضو حاجة ممكن، يعني طبعا هو الاول بس هياخد وقت. اول مرة بس هيجيب لنا اللي هو بيقول لي activate MATLAB اول مرة بس، يعني اول مرة بنشغل كده فهيقول لي activate MATLAB. هنعمل activate manually without the internet. next هيقول لي حط الباث بتاع اللايسن فايل. هنروح على المكان اللي احنا شطبنا فيه ونقلنا فيه اللايسن، وهنختار program files MATLAB. تمام، هنختار stand alone. اوكي، stand alone في اتنين، في سيرفر، لا احنا stand alone. اوكي، تأكد انك مختار stand alone. تمام، خلصنا، دوس next وكده activation is complete. كده احنا خلصنا التسطيب كامل وخلصنا الاكتيفيت، وان شاء الله الطريقة دي هتنفع مع اغلب نسخ ماتلاب زي ما اتفقنا. انا اشتغلت على نسخة قديمة، وانتوا بنسبة كبيرة هتكونوا شغالين على نسخة احدث، بس ان شاء الله نفس الطريقة بالظبط. تمام، طبعا هاخد ماتلاب ده هروح احطه ديسكتوب شورت كات. تمام، ونبدأ نفتحه اهو. بروفيشنال لايسنس، وفتح معانا زي ما انتم شايفين.